السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جميلات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو جديد، عشتوني جدا من اخر فيديو فات. صباحكم فل وهنا وسعادة ورضا من الرحمن، ورزقكم الله هناء الدنيا والاخرة، اللهم امين. عارفة ان انا بقيت بتأخر بس غصب عني، وانتوا اكيد عرفتوا بقى الظروف، فالحمد لله. كان كمان بقى عندي دور كحة كده، فالحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب، ويديكوا الصحة والعافية، اللهم امين يا رب. حبايبي الحلوين، اخر فيديو بعتذر ان هو كان التعليقات مقفولة. عايزه اقول لكم ان انا فضلت طول اليوم زعلانة جدا ان ازاي ما حدش ساب لي تعليق، وازاي انا بفرح بتعليقاتكم والكلام ده. لقيت في الاخر ان المشكلة كانت عندي انا، والتعليقات كانت مقفولة غصب عني وفتحتها الحمد لله. ما تحرمونيش من التعليق بتاعكم الجميل، ربنا يبارك لي فيكم يا رب، اللهم امين. بدأت اليوم كده. اليوم ده كنت بادئه من الساعة 6 الصبح، يعني ما كنتش نمت، كنت نزلت مريم ومكة على طول الباص، وطلعت بقى ما نمتش خالص. يعني بعض الاوقات ما بنامش، يعني الاوقات التانية بنام لما بحس ان انا مرهقة جدا، واحس ان انا مثلا الشغل اللي عندي في البيت قليل، بنام شوية وبصحى بقى اكمله. لكن لا، لما بحس ان عندي شغل كتير ما بنامش. الصفايه دي كانت عايزه تغسل كويس جدا. قفرت بقى السداده بتاعه الحوض كده، ومليتها شويه كلوركس الوان، وبدات ان انا املى ميه بقى كده ونقعتها شويه حلوين. يعني انا فصلت الكاميرا وعملت حاجات تانية، وبعد كده رجعت بقى دعكتها دعكه حلوه كده، عشان احس يعني الصفايه البيضه دي بتصفر من اقل حاجه. وكمان لما بيجي عليها ميه مثلا او شويه تراب بقى، مثلا لو فيها ميه مكان تصفيه مواعين وكده، شويه تراب جم من الشباك خلاص بيلزقوا فيها بقى، وبيعملوا كده طبقه مش لطيفه خالص. فمع الاستمراريه بقى لازم لا نخليها تبقى نظيفه كده وزي الفل. فانا لما عملت لها العمله دي حسيت بصراحه ان انا انتعشت كده. يعني اليوم ده كنت حاسه ان انا عايزه اوضب المطبخ كده، حاجات بسيطه فيه تبقى نظيفه، واكون يعني انا بحب كده الصبح. عارفين اللي هو يكون المطبخ النور بتاعه انا معتمده على نور الشمس بس. حتى الصاله برضو لما ببقى قاعده معتمده على نور الشمس اللي داخل كده من البلكونه، ما بحبش ايد نور كده الصبح خالص. لكن لما خلاص بقى بحس ان الدنيا غيمت ومفيش نور بقى في الصاله وكده، ببدا ان انا اشغل النور. بس في جميع الاوقات بستنى انها مريم تيجي بالسلامه كده عشان نقعد نكتب الواجب في النور. لكن بقيه الاوقات لا، بحب ان انا كده اضاءه الشمس كده يا بنات، احس ان انا قاعده كده بفضي ذهني كده من الضغوطات اللي على الواحد، الحمد لله رب العالمين. غسلت بقى الحوض، ما كانش في حاجه الحمد لله. وطبعا كنت مبيته البوتاجاز زي الفل، ومبيته المطبخ كله زي الفل. حبيت اوريه لكم ان انا كنت مبيتاه، بس انا الحاجه الوحيده اللي انا حبيت ابدا معاكم بيها اللي هي الصفايه، عشان كان شكلها مش لطيف خالص، وكل يوم اخش اقول انا هعملك يعني وانسى بقى كده وخلاص. فبصوا بقى الباسكت دي، انا مش فاكره الباسكت دي كانت في الصاله. الباسكت انا حاطه فيها دلوقتي السكر والشاي والحاجات دي، حطيتها هنا في المطبخ، قلت تغيير يعني، ما جبتش حاجه جديده ولا حاجه. والورقه اللي محطوطه على التلاجة دي مواعيد دروس مريم، لان انا طبعا بنسى خالص خالص، يعني الزهايمر شغال معايا، فدايما حطها قدامي كده عشان ما انساش. كل يوم بقى من ضمن الحاجات اهي، بصوا، كل يوم بقى ببص عليها الصبح كده بعد ما هي بتخرج بالسلامه، او قرب ما بتيجي احنا علينا دروس ايه النهارده، مثلا علينا ايه النهارده هنعمله. ببدا ان انا انظم يومي بقى قبل ما هي تيجي اصلا، عشان لما اول ما تيجي مثلا هحاول ان انا انظم الدنيا معاها. بس بصوا بقى، خلاص انا المفروض ان انا دلوقتي بفتح الشباك عشان اهول بقى المطبخ. يعني مش هبدا اعمل اكل دلوقتي ولا اي حاجه، يعني عارفين اللي هو بقى مشطبه الدنيا كده، بس حاجات بسيطه عايزه تتعمل في الصاله كده، بس عايزه الدنيا تبقى يعني هاديه كده حواليا. بصوا ما طفيت النور بقى، يعني اضاءة الشمس دي بحبها قوي يا بنات قوي. يعني ممكن اصلا لو انا ما بصورش بقوم يعني وانا لو بغسل مواعين الصبح ولا كده، ولا بعمل فطار، بعتمد على الاضاءة دي، ما بقيتش اي نور خالص. يعني بحب ان انا اقعد في الاضاءة دي، مش عارفة انا لوحدي ولا لا، بس انا بحبها جدا. ويعني بحبها كمان في اوقات ان يكون المطبخ رايق. بصوا يعني المطبخ لما بيكون رايق حواليا كده، ده بحبها انها تكون كده. لكن لما بيكون الدنيا بايظه حواليا لا، بايد النور.
رحت بقى فتحت الشباك كده بتاع البلكونه عشان نبدأ يومنا بقى كده يعني، ونصلي ونقرأ الأذكار، ولو عملنا ورد نقرأه. بس يعني بخلص كل الحاجات دي بقى مع نفسي كده، وببدأ ان انا ادخل اشوف اللي ورايا بقى. كنت طبعا حاطه دوره كده من يعني، وانا بنزل مريم ده اللي انا بايه من اول السنه وانا عاملاه، بحط دوره غسيل، ولو هنام بنشرها قبل ما انام، يعني ما بسيبهاش بقى لا، بس بستناها تخلص. يعني اول ما بصحى اصلا من النوم، هي اصلا الدوره بتاخد 40 دقيقه، فاول ما بصحى من النوم وقبل ما اصحي مريم وقبل ما اعمل اللانش بوكس قبل اي حاجه بحط دوره الغسيل دي، وبعد ما بنزلها على طول بقوم نشراها. لو هنام بقى برضو بنشرها قبل ما انام، عشان ريحتها بقى طبعا في الغساله وكده لا يعني ما تغيرش ريحتها وكده. اهو خلصت بقى كده، والدنيا بقت زي الفل، والمحلات بدات تفتح، ويعني خلاص بدات بقى خلاص يعني. كانت هنا مثلا على الساعه مثلا 11 كده ولا 11 ونص، بدات اخش اعمل بقى الاكل، اشوف انا هعمل ايه واوضب الاكل بقى وكده. هعمل صينيه لحمه بسيطه خالص، لحمه ببصل. انا بصراحه من عشاق اللحمه ببصل يعني، وبحسها كده اكله جميله، واللحمه بيكون ليها طعم، مش يعني مش طعم عادي كده لا، بحس ان اللحمه ليها طعم. زهقت من المسلوق بصراحه، مع ان انا برضو من عشاق المسلوق، بس لا بقى يعني زهقت منه، عايزين نغير. قولوا لي بقى، عملتوا حاجات في تنظيفات الشتاء ولا ما عملتوش؟ عايزه اقول لكم ان انا والله شغاله مع نفسي يعني، في اوقات كتير ما بعرفش افتح الكاميرا. مش عارفه بقى، عندي كسل رهيب يا بنات، مش عارفه من ايه، بس الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله هنرجع باذن الله زي الاول باذنك يا رب. المهم بقى حطيت البصل كله، وبحطش اكتر من الملح والفلفل، بس ما بحطش ملح دلوقتي عشان الملح بيأخر السوا شويه، يعني هو مش بيأخره كتير بس هو بيأخره شويه. فانا حطيت ملح، وهو اقول لكم دلوقتي انا حطيت ايه. اهو حطيت بس اللحمه كده الاول، المفروض ان انا ادعكها دعكه كده بالبصل الاول، بس اللقطه دي بعديها بقى كده مع نفسي يعني. حطيت شويه فلفل، ودلوقتي مستكه، بحط مستكه، وبحط معلقه من السبع بهارات اللي هي نازله جديد دي، لا ال11 بهار مش 7 بهارات، 11 بهار. حلو قوي يا بنات، بتنقل بجد اللحمه في حته تانية، او اي اكل انت بتعمليه في حته تانية خالص. الكيس ده عامل جنيه ونص او 2 جنيه حاجه زي كده. حطيت بس ربع كوبايه ميه عشان ما تلزقش مني او ما تنشفش وكده، وببدا اغطيها بقى بالورق الزبده والورق الفويل، واسيبها بقى على نار هاديه خالص تشتغل بقى كده مع نفسها. يعني كل ربع ساعه كده بحاول ان انا يعني ارفع الغطا واشوف لو محتاجه ميه اضيف لها شويه ميه بساط وخلاص. هنقلها بقى على البوتاجاز. الواحد لما بيبقى منظف الدنيا كده مبقاش عايز يعمل اي حاجه، وعايز يخلي المطبخ كده نضيف وجميل ورايق اول ما صحيت من النوم ما كنتش فطرت، يعني ما كانش لي نفس خالص، فقلت لا انا هبدا اعمل بقى اي حاجه كلها كده عشان ما ادخش او اصدع او كده. عملت يعني كان عندي عيش فينو، هحط بس فيه جبنه رومي وبدخله الميكرويف يسيح كده وخلاص، يعني مش هعمل اكتر من كده. يعني ما بقى لوحدي او مثلا بحس ان انا مش هعمل بقى فول وطعميه واعمل اكل بقى واصنف بقى، لا يعني معظمنا كده، ومعظم الامهات اليومين دول كلهم كده، اللي هم بيكتفوا كده بسندوتش مثلا وكوبايه نسكافيه، كوبايه قهوه باللبن، حاجات كده سريعه طالما اولادنا مش معانا يعني. طلعت بقى كده الساندوتش، وكنت عامله بقى رز بلبن بالمانجا قبلها بيوم، والدنيا بقى كانت جميله كده، فخلاص خدت الفطار البسيط بتاعي ده ورحت افطر بقى قدام التلفزيون. هنا بقى هعمل معاكم الملوخيه اللي انا كنت مفرزاها معاكم، اللي هي بصوا بشيلها يعني بقطفها وبغسلها كويس وبنشفها ورق يعني، وبشيلها بقى ورق كده وهي ناشفه خالص في اكياس في الفريزر على طول. بصوا بقى اول ما بطلعها من الفريزر على الكبه، والشوربه دلوقتي بتسخن جنبي، يعني ما ينفعش ان انا اتاخر دقيقه، الشوربه هي سخنه تنزل لازم على شوربه سخنه، ما ينفعش ان انا اسيبها بقى تفك من التجميد بتاعها على ما الشوربه تسخن، لا. في الفتره دي انا مشغله، بصوا يعني ضربت في ثانيه وبقت زي الفل. انا مشغله دلوقتي الشوربه بتاعتي، كانت عندي شوربه بط من قبلها يعني. بقى شوربه البط انا مش برميها طبعا، لما بيبقى مني بكيسها في اكياس كده وبحطها في الفريزر لشويه ملوخيه بقى، شويه محشي كده، بجد بيبقوا بينقلوا الاكل يومها كده في حته تانية خالص.
فانا دايما ما برميش اي شوربه تكون عندي عشان بحتاجها بعد كده. بدل ما احط مرق الدجاج وتبقى مش صحيه، لا طبعا يعني الشوربه اللي احنا عاملينها في البيت احسن وانضف يعني. اهو خلصت كده الملوخيه، ضربتها كلها كده وهبدا انزل بقى ايه. بصوا الشوربه، بصوا بتغلي خلاص، انا شلت الكبه كده والشوربه بتغلي. بصوا الخضار اكنك انتي يعني مخرطه مع. انا اسفه على الاضاءه هنا، بس انا حاولت اعرف ايه السبب يومها ان الاضاءه ليه يعني غامقه هنا عند البوتاجاز، ما عرفتش اوصل للسبب خالص. ما عرفتش اوصل خالص. فبصوا اللون بجد كانت خضرة جدا جدا جدا، اكني يعني انا مخرطاها على ايدي. بصوا الجمال. يعني انا دلوقتي كنت بشوف بس الايه هي محتاجه دلوقتي لسه ولا لا. حسيت ان هي لا يعني مش بتديني كده المطه بتاعتنا الحلوه دي. فقلت بقى حاطه الكميه كلها. انا مش بنحبها لا تقيله قوي ولا خفيفه قوي، احنا بنحبها وسط. بشيلها بقى يعني ما بسيبهاش تغلي دلوقتي، لا انا اول ما بضفتها في الميه السخنه شلتها من على النار عشان ما تسودش. وكنت هنا محضره التومه وحط يعني بعد ما التومه كده بصوا تصفر بحط شويه كزبره ناشفه، وبقلب بقى الطشه الحلوه بتاعتي الجميله دي. عايزه اقول لكم ان انا بحط على الحله دي ممكن راس توم، يعني اللي كانت في الطاسه دي كانت راس توم بس متوسطه يعني مش كبيره ولا صغيره. اهو هروح بقى للملوخيه الجميله بتاعتي، طشها بقى كده في الطشه الحلوه الجميله بتاعتي. بقوم بقى مغطيها كده دقيقه، لو مش جنبي اي غطا بغطيها بس بالطاسه كده لمده دقيقه. عشان بس ايه تشرب من التومه كده. اهو بصوا اللون بتاعها بديها. بص اول ما بتغلي كده من الجناب بطفي على طول عشان ما تسودش. واللي يقولك اللي يغطي احنا ما بنغطيش الملوخيه بعد ما تسوي عشان ما تسقطش، لا هي مش بتسقط ولا حاجه. ما بتقلقوش خالص. اهو بصوا بقى ورقه اللحمه بتاعتي لونها بقى جميل وبجد يعني طعمها كان تحفه. في الاخر بقى يعني بصوا في المرحله دي بشيل بقى الورقه بتاعتها. بشيل الورقه بقى كده وبنزل اللحمه نفسها في الصينيه عشان تبقى جميله. اهو خلاص بقى دلوقتي انا بحط لها الملح وهي كده استوت والحمد لله. هبدا اغرف بقى الاكل بتاعنا. كان خلاص بقى كانت مريم وصلت بالسلامه وبنتجمع بقى كده على الغدا. هنا بقى كنت مقطعه برضو. بصوا انا كنت منشفه العيش ده في الميكرويف عشان عايزه اكل الملوخيه بالعيش، ما كنتش حابه اكل رز. انا كنت عامله يومها رز ابيض، عملت رز ابيض بس للبنات يعني وكده. لكن انا كنت حابه بصوا اعمل كده قرطاس كده واكل ملوخيه بالعيش. بجد بحبها جدا بالعيش. بس الحمد لله، اللهم اطعم كل جاء على وجه الارض، اللهم امين يا رب. الحمد لله يا رب العالمين. خلصت بقى كده الغدا طبعا وشربنا الشاي والحمد لله تمام. دخلت بقى على المعركة بتاعة الحمام. كنت عايزة انضف الجزء اللي هو البانيو والجزء اللي هو جنب البانيو. بصوا كان فيه كمية سواد كده وصدى وحاجات كده كتير ما كانتش عجباني. فجبت لاستر اللي هو مزيل الجير ومزيل الحاجات دي. بصراحة يا بنات تحفة. انا هوريكم الفرق بصوا قبل وبعد. يعني بصوا لما رشيته، بصوا انا برشه على الاستانلس ما بيقعدش المفروض نص دقيقة. يعني انا دعكت اهو. اول حاجه دعكت الاستانلس وبعد كده حطيت عليه ميه بسرعه، لان لو استنى عليه بيطفي لمعه الاستانلس. لكن لو عملتيه بسرعه كده واول ما رشتيه ودعكتيه بسرعه كده ما تقلقيش خالص. يعني عمره ما هيصدي الاستانلس، بالعكس ده يخليه يلمع، بس ما تغيبوش عليه خالص. عملت ايه بقى؟ قفلت البانيو كده عشان املى ميه واعرف ادعكه. بصوا بقى يعني هو كان متبهدل خالص خالص خالص، لان انا كنت ناقعه فيه كنت ناقعه فيه الحافظه، والحافظه اللي هي الكبيره بتاعتي يا بنات، كانت متبهدله بقى. اتبهدلت. بصوا الجزء ده بصوا خليته اسود كده، بس بصوا مسافه ما حطيت عليه لاستر طلع لي كل السواد. انتوا نفسكم شايفين. بصوا وانا بدعك البتاعه رجعت بيضه. يعني بجد هو غالي. مش عارفه كنت جايباه ب75، بس بصراحه يوم ما بحتاجه في الحمام ان انا احس ان حمامي بدا يبقى شكله مش لطيف او في حاجات كده مش لطيفه فيه، بترجعهولي بيبرق تاني وبتخليلي الحمام يعني حاجه كده جميله قوي. فلو هنجيبه مش للاستعمال الدايم يعني. لا لو انا بدعك كل يوم الحمام انا هدعكه بشويه كلوركس الوان، شويه برسيل جل، شو اي حاجه يعني اي حاجه يوميه. لكن في بقى تنظيف عميق كده لا، بيحتاج بقى حاجات كده زي الحاجات دي المنظفات القويه دي، لا تشيل الحاجه وترجعها لنا معانا كده جديده وبتلمع وزي الفل. اللي هي دي المنطقه دي، لان طبعا هي دايما منطقه معرضه للميه.
منطقة معرضة ان انا دايما مثلا بنقع فيها حاجات وكده. وانا كمان كنت عايزة ايه ادعكوا بقى دعكة حلوة كويسة، عشان انا دلوقتي هنقع معاكم الجواكت بتاعة مريم ومكة، عشان طبعا بقى مش بلبسها لهم كده وهي مركونة، لا لازم اغسلها غسلة كويسة كده قبل ما تتلبس. فكنت عايزة بقى البانيو نضيف كده وحلو، عشان لما اجي انقعهم وكده. بس بصوا بجد يعني رجعلي المنطقة دي زي الفل. مكان الحافظة بقى كانت عاملة تراب وطين وكده، لا رجعتها لي زي الفل، وخلت لي المنطقة دي يعني حاجة كده جميلة. عايزة اقول لكم اللي ما بين البانيو وما بين الحيطة ده، ده جبس على فكرة انا اللي عاملاه. لان كان في فراغ كده ما بين البانيو وما بين الحيطة، ما كانش معمول. فانا لا ما كانش شكله لطيف خالص. انا اللي جبت الجبس ده وبدأت ان انا اعمله داير ما يدور كده البانيو عشان ما يوقعش ميه او كده. وجبت بقى البتاع الجميله دي اللي هي مش عارفه والله بصراحه اسمها ايه، بس حلوه قوي. وفي نفس الوقت عشان البنات بتتزحلق وكده حسيت انها لا هتفرق معاهم جامد. بصوا بقى المنطقه دي يا بنات، بصوا الصدر اللي هنا ده، انا هوريكم دلوقتي المنطقه دي هترجع عامله ازاي دلوقتي. كان شكلها بقى لها كام يوم كده، وانا كل يوم اقول بكره بعده بكره بعده، لحد ما جه بقى عليها الوقت. يعني بصوا بمسافه ما بدعك هتلاقوه بيطلع معايا وبيرجع زي الفل. مش هيبقى فيه نقطه صدى دلوقتي على الارض. الصدى ده نازل من من اللي هو اللي شفتوا الموب اللي هي اللي مش عارفه اقول لكم ايه، الرشاش الابيض ده اللي انا بستعملته دلوقتي، ده ساعات بيسقط ميه، فهو اللي عامل الصدى. بصوا الصدى راح ازاي. يعني انا بسيبه 5 دقايق وبرجع ادعكه بالفرشه اللي كانت في ايدي دي. خليت لي الدنيا يعني زي الفل وما فيهاش اي صدى خالص. وعملت طبعا شفتوا الاطار اللي بيبقى في التويلت من تحت ده، اللي هو الجبس اللي منه في الارض ده، برضو بيبقى عليه زي صدى او كده. عملته كله بقى زي اهو ده لاستر، وعامل 75 جنيه بس. حاجه جميله حاجه جميله وما بستغلاش عنه خالص بجد يعني. وبرضو عملت بيه حوض الوش، خليه بصوا بيلمع وزي الفل. وخلصت بقى هنا كده الحمام. وبصوا الارضيه بقت جميله. بصوا انا عملتها كده كلها، المنطقه دي كلها عملتها وقعدت دعكتها كده بقى مع نفسي. وعملت بقى البانيو بقى زي الفل وجميل. فلو قدامكم ما تفوتوهوش، لو عندكم صدى في الحمام او جير او كده هيرجعوا لكم زي الفل. مليت بقى كده البانيو وحطيت فيه شويه برسيل اوكسي باودر واوكسي جل وشويه كلوركس الوان. وببدأ بقى خلاص ارمي بقى كل الجواكت اللي عندي دي. المفروض اصلا انا لما جيت طلعت الشتا بدأت ان انا اشوف اللي صغر عليهم واللي مش هينفع او كده، وخلاص يعني استغنيت عنه وكده. ودلوقتي ده اللي انا اللي هم مناسبين ليهم كمقاس كمقاس خليته بقى يعني. فقلت لا مش هلبسولهم كده من الركنه من التراب وكده، هديلهم بس شطفه الاول بدوني كده واي حاجه تنزل منهم وخلاص. بس انا سبتهم كده مثلا يجي مثلا ساعه، منقوعين ساعه، عشان يعني على ما الغسيل اللي انا نشرته معاكم الصبح ينشف، اكون بقى دخلت دول الغساله عشان يتعصروا كويس. لان طبعا مش عايزاهم هيقعدوا كده هيغيبوا كتير قوي على الحبل، فانا لما احطهم في الغساله هيخلصوا بسرعه. فحطيتهم في الغساله بدون اي اضافات، بس حطيت شويه دوني في الدرج بتاع الغسيل عشان يعطرهم لي اكتر يعني وكده. اهو بقى نشرتهم والحمد لله ريحتهم بقت زي الفل وجميله جدا يعني. وكنت شلت بقى الغسيل اللي كنت عاملاه معاكم الصبح. ودي ميزه بقى الصبح بدري بقى، ان انتي نشرتي دوره الصبح ودي دوره بعد العصر. ده بقى كان عيد ميلاد كده بسيط يعني. حضرت بقى لي كلها حاجات كانت جاهزه بصراحه، بس حبيت ان انا اديلكم اللقطه دي. تحضيرات بسيطه خالص. حطيت كده شويه يعني حاجه ساقعه وحلويات والتورته والكلام ده، بس اهم حاجه اللمه. ربنا يبارك في كل حبايبكم وما يفرقكوش ابدا ابدا، ويخليكم دايما لبعض، ويخليكم ليا ويبارك لي فيكم وفي تعليقاتكم الجميله. ما تنسونيش من اللايك الجميل بتاعكم، بحبكم جدا في الله. ربنا يجزيكم كل الخير عني. اشوفكم في فيديو جديد حبايب قلبي. سلام عليكم.